السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تحسبوا مهلة الاخطار اي البريافي باش تكونوا على بال بالحقوق ديالكم وما تضيعوا حتى تعويض. كذلك غادي نعطيكم امثله واقعيه وحقيقيه باش تطبقوها على الحاله ديالكم. تبعوا الفيديو حتى الاخر. نبداو على بركه الله. هذا التعويض عن الاخطار يعطى للأجير كمقابل عن عدم منحه أجلا يسمح له بالبحث عن عمل جديد. والمادة 43 من مدونة الشغل كتنص على أنه يجب احترام أجل الإخطار ما لم يصدر خطأ جسيم من الطرف الآخر. يعني هذا الأجل ديال الإخطار كيتعطى إلا ما ارتكبش الأجير شي خطأ جسيم اللي كيحرمو من التعويضات كلهم. كما أكدت نفس هذه المادة هذه أن هذا الأجل ديال الإخطار ما يمكنش ليه يكون قل من 8 أيام. ولحساب التعويض عن مهلة الإخطار يجب دائما تحويل الأجرة إلى الشهر إلا في حالة واحدة، إلا كان الأجير خدم قل من سنة. وهذا الجدول هذا خصكم تقيدوا عندكم اللي فيه المداد وشحال من شهر غادي يستافدوا منه الأجراء والأطور. بالنسبة للأطور أو ما شابههم أقل من سنة عنده شهر واحد، من سنة حتى ل5 سنين عندهم شهرين، من 5 سنين للفوق عندهم 3 شهور. الأجراء العاديين سنة 8 أيام، أقل من سنة 8 أيام، من عام حتى ل5 سنين شهر واحد، أكثر من 5 سنين شهرين. دابا غندوزو للأمثلة. المثال الواحد، المثال الأول: واحد العامل خدام في مؤسسة صناعية ب4000 درهم للشهر وخدم 6 سنين. خصنا نحسبولو التعويض ديالو حساب تعويض عن الإخطار. حنا عندنا الشهرية هي هادي 4000 درهم، كيشد 4000 درهم، 4000 درهم. هاد 4000 درهم غنشدوها وغادي نجيو للطابلو. الشهرية هي هاديك. هذا عامل عادي خدمة سيدي 6 سنين، هي داخل في هاد الخانة هادي أكثر من 5 سنوات. هذا أجراء عاديين عنده شهرين، هي عنده شهرين. هنا اللي عنده أكثر من 5 سنوات عنده شهرين. الأجراء العاديين هي شحال فاش غنضربوها في جوج شهرين. الشهرية ديالهم مضروبة بشهرين كتسوى جوج في 4 8، هي 8000 ديال الدراهم. هذا هو التعويض ديال هاد السيد هذا. دابا غادي نمشيو للمثال الثاني. المثال الثاني اسيدي، هذا واحد الأجير خدم في واحد المؤسسة صناعية 11 شهر بأجرة شهرية 3500 درهم. يعني هاد السيد هذا ما كملش عام. إلا ما كملش عام اش قلنا الأجرة كتحول اليوم، خصنا نحولوها اليوم باش تكون أجرة يومية. شحال كيشد في اليوم؟ كيشد في الشهر هو 3500 درهم، والشهر ديما راه فيه 26 في الخدمة. 3500 درهم مقسومة على 26 كتعطينا سيدي 134 درهم. 134 ديال الدرهم فاصلة 61 درهم. هذه أجرة ديال النهار. أجرة اليوم، أجرة اليوم هي هذه 134 درهم فاصلة 61. اش قلنا الأجير إلا خدم قل من 8 أيام، قل من سنة يا ربي، إلا عنده العمل قل من سنة، عنده المدة ديال 8 أيام في الأجل ديال الإخطار ديالو. غنضربوها ليه في 8 أيام. ديك المدة داك النهار هو هذا مضروب في 8 أيام. شحال كيعطينا؟ نضربها في 8 أيام كتعطينا سيدي 1076 درهم فاصلة 88. هذه هي. هذا هو التعويض. ديال هاد السيد هذا
و76.87 درهم. شدينا الشهرية نتاعو قسمنا على 26 يوم باش تخرج لنا الأجرة ديال اليوم. والأجرة حنا قلنا العامل إلا خدم قل من سنة عنده 8 أيام في الأجل ديال الإخطار. ديك الأجرة نتاع النهار كنضربوها في 8 أيام، ها هي هادي كتعطينا 1076 درهم. وهذا هو التعويض، مبلغ التعويض. هو هذاك. المثال الثالث، هذا واحد الأجير خدام في شركة فلاحية بأجرة شهرية قدرها 3000 درهم مدة 10 سنين. دابا الأجرة عندنا موجودة 3000 درهم كيشد في الشهر. وشحال خدم 10 سنين. نشوفوا فينا خانة هذا السيد هذا أكثر من هي 10 سنين، هي أكثر من 5 سنوات. أجير عادي هي عنده شحال؟ عنده شهرين. كنشدو هاد 3000 درهم كنضربوها في جوج في 3 6 كتعطينا 6000 درهم. هي هنا يعني مبلغ التعويض عن الإخطار هو 6000 درهم. نمشيو للمثال الرابع والأخير. اشتغل إطار بمؤسسة صناعية بأجرة 80 درهم للساعة. 80 درهم للساعة. وهذا خدام إطار في مؤسسة صناعية. المؤسسة الصناعية عندنا السوايع ديالهم عندنا 191 ساعة في الشهر. هاد الجدول هذا كنت عطيتكم في الفيديو اللي شفت قبل من هذا. 191 ساعة في الشهر. 191 ساعة في الشهر شحال عندنا؟ هو عنده 80 درهم في الساعة في النهار. 80 درهم للساعة كنضربوها في 191 عدد السوايع ديال الشهر كتعطينا مبلغ ديال 15000 درهم و280 درهم اللي كيشد هاد السيد هذا الشهرية ديالو. كيشد 15000 درهم و280 درهم. هذا شحال خدم 15 سنة. 15 سنة. نشوف فينا خناجة. هذا كيدخل في الفئة ديال الإطارات. هو من 5 سنين للفوق. هو 15 عام يكفي في هاد الخانة هادي. هي عنده 3 أشهر. 3 شهور اللي عنده غنشدو هاد الشهرية ديالو 15000 درهم كنضربوها في 3 شهور كتعطينا 45000 درهم. 45000 درهم و840. هي مبلغ التعويض عن الإخطار هو 45000 درهم و840 ديال الدراهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو واستفدتوا من هذه المعلومة هذه. اشتركوا في القناة وبارطاجيو الفيديو لتعم الفائدة. وشكرا.